بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا في الحلقة مقام الماهوري. مقام الماهوري من المقامات المفرحة الجميلة، وإحنا بالعراق نقراها أيام العيد في الصلاة في المساجد. كل مساجد العراق تقرأ القرآن الكريم في المساجد أول يوم العيد على مقام الماهوري، وإن شاء الله راح أسمعكم إياه من سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم. هذه التلاوة من سورة الرحمن قرأتها على مقام الماهوري، وإن شاء الله نبدأ بحلقة جديدة إن شاء الله في المستقبل وعلى مقام جديد. وتقبلوا تحيات أخوكم المقرئ عادل يوسف العادلي.